خونة بقول لك ايه بقى؟ اعمل ايه؟ استورد شعب من بره، بقول لك ايه؟ ما تشوف الشعب عايز ايه وتعمله له، مش هتخسر حاجه. انا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان الشعب، بحرق بدم المين، مش عشان الشعب. بحكم 24 ساعة، حكم الدولي بيحكم ساعة ونص بس. اتفضلوا شوفوا لي اي مواطن من الشعب اتكلم معاه، على الاقل اعرف شكلهم ايه ولاد الكلب دول. انت ما شفتش حد؟ انا فاضي اقابل حد من الشعب، يا مشكلة. المواطن رقم 1591 يا فندم. قال لي اتفضل. انت 1591؟ ايوه. ازاي يا ابوك 500؟ مات من الجوع. مات من الجوع تقوم تعيش في البذخ والفشخره اللي انت فيها دي؟ يا ولد البلد في تقشف يا ولد، يا تعيش في النص الفوقاني يا التحتاني. اتفضل اتكلم. جئت لتقول كلمتك، فهيا تكلم يا فتى الفتيان. انت ممثل الشعب، فتكلم يا ابن الشعب البار. تكلم بلا خوف، تكلم. اخرج ما في رأسك، اخرج ما في قلبك، اخرج ما في جوفك. تكلم بلا خوف. اياك ان تخشى شيء، اياك ان تخشى بطش باطش ولا لوم لائم ابدا. انت حر ابن احرار، فعليك ان تتكلم. هذه هي ساعتك التاريخيه، فتكلم يا ابن الشعب. أنت في صرح العدالة والديمقراطية، فعليك أن تتكلم. تكلم بحسك، تكلم بروحك، فأنت اليوم ستساءل أمام الشعب. تكلم بلا خوف، إياك أن تخشى شيئا أبدا. تكلم. أنت اليوم يا ولدي محسود. لماذا؟ لأنك اليوم تقف أمام خدامك لا حكام. أنت أمام خدامك ولسنا حكام. الكلام ده قدامك. تكلم بلا خوف. السؤال إليك سؤالا وأريد إجابة صريحة. هل أنت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا، أم أنك من المعارضين؟ بلا خوف، لك أن تخشى شيئا أبدا. تكلم بحرية، تكلم بديمقراطية. تكلم. فأنت اليوم أمام أبيك، أنا أبوك، أحسن من اللي خلفوك. تكلم. أنت في قلبي. لو مسكت سكينا بيدك وشققت صدري فوجدت قلبي، إياك أن تندهش، فهو عضو من أعضاء الجسد والله. ولكن إذا سرحت بسكينك فمزقت قلبي نصفين، بطن أيسر وبطن أيمن وأورطة، ووجدت نفسك كائنا فيه، فاعلم يا بني أنك في القلب من قلب. أنت في قلب ودم ودموع وابتسامات، ومضى قطار العمر يا ولدي. تكلم. تفضل جاوب على سؤال. تلاقيك نسيت السؤال. سؤال ثاني. سيدي المواطن، عليك أن تنظر إلي عندما ألقي عليك السؤال، ولهذا حكمة. سيدي المواطن، هل أنت من المؤيدين لي ولحكمي وحكومتي تأييدا مطلقا، واخد بالك يالا؟ أم أنك لا قدر الله من المعارضين؟ ولا تنسى أنت في قلبي. الدكتاتور اللي يطلب تأييد الناس. شكرا للسيد المواطن.
بالدستور أعطيته الكلمة، وبالدستور اكتفيت بهذه الكلمة. شكرا، روح لغة. هو لا هيقول حاجة، ما تسيبه يكمل، حرام. ايوه بس ده ضد الدستور يا طب عصفة؟ عشان خاطري. طيب النفحة من التنازل والنفحة من الديمقراطية والشرحة من العدالة والسلحة من طيبته وفرده يعني فليكن لك الكلمة. سأعيد عليك السؤال ولا تنسى قبل السؤال أنت هل أنت من المؤيدين لي ولحكومتي وحكمي أم أنك من المعارضين؟ الدكتاتور اللي يطلب تأييد الناس ما بقاش دكتاتور يا فندم. ايه معنى ان حد يأيدك او يرفضك وانت فارض نفسك؟ ايه يا اخويا، ايه الناس كلها معاه بتحب المدام. هي وجهة نظرها ان الناس معايا وبيحبوني، ما نعرفش وجهة نظر سعادتك ايه، نسمعها بالمرة. إذاعة سيادتك بس هي اللي بتقول كده. اديني الميكروفون وانا اقدر اقول ان العالم كله بيأيدنا. اديك الميكروفون. عارف الميكروفون ده ثمنه كام يا عارف؟ اديك الميكروفون عشان تفكه وتبيعه؟ اديك الميكروفون وامشي انا في كنكه مخرومه كان للناس؟ اديك الميكروفون عشان تمشي بيه في وسط الشعب وانت عارف ان الشعب معظمه امي؟ سيادتك بالك من حكم يا كلب تكلم. كلم يا ابن الشعب، كلم يا ابن الشعب. ربنا عالم ان الضمير. سيادتك بالك في الحكم 20 سنة محدش له مصلحة في الأمية غيرك. وانا بعمل ده كله لمين؟ مش عشانكم، عشان الشعب. ادي الشعب اللي جه يطلب حريته اديتها له، والله ما بخلت. خدع، واول ما يستخدم حريته يستخدمها ضدي انا. نحن اسيادك لا حكامك. يا حبيبي ما تفورش دمك ولا تصدقه، الناس طول عمرها مبسوطه. ايوه الناس عمرها ما كانت مبسوطة. لا الناس كانت مبسوطة. الناس عمرها لا ما معلش كانوا مبسوطين. الناس عمرها ما كانت يا امك كانوا مبسوطين. الناس عمرها ما كانت مبسوطة. لا بس انت كنت مسافر ولا حاجه. الناس عمرها ما كانت مبسوطة. ما خلصنا يالا، هتلحنها ولا ايه؟ عرفت؟ الناس عمرها ما كانت مبسوطه، عندها متبسط، حطيتها ازاي؟ اتحزم انا وراسي ونمشي للصوم؟ خلص، الناس عمرها ما كانت مبسوطه. من تاريخهم وفصيهم. عايز الناس تتبسط منين وانت في وسطهم يا كئيب؟ ما تمشي بيا واشحى تحت. ازاي؟ عرفنا الناس عمرها ما كانت مبسوطه. عندك حاجه تانيه تقولها؟ عندي. اتفضل. الناس عمرها ما كانت مبسوطة. فهمنا يالا، فهمنا. الناس عمرها ما كانت مبسوطه. غير. عمر الناس ما كانت مبسوطة. احنا هنلعب المكعبات يا ولد. فانا فاهم اللي بعديها ايه. مبسوطه الناس عمرها، مش كده؟ يا فندم حاول تسمعني. عايز ايه؟ الناس كانت عاملة إضراب بطيء وسري. بتديهم قليل، بيشتغلوا أقل، بتاخد منهم ضرائب زيادة، بياخدوا رشاوي وإكراميات أزيد، بتخطبهم على مشروعات كارهينها، بيبوظوها علشان يشمتوا فيك. صدقني يا فندم محدش يقدر يضحك على الناس، لا في أنتيكا ولا في أي حتة في العالم كله.